إذا إلى ستارتنج بلوك هو الأربعة في 400 متر سيدات. والاستعداد للانطلاقة لمنتخبات المغرب، الجزائر والبحرين. 4 في 400 متر، تتابع سباق جماهيري مشوق ومثير سنتابعه بعد لحظات. في ظل وجود أمينات جمال وأديكوا أوليكواني من البحرين للمتابعة. أيضا للرجال أيضا ننتظر النهائي. والآن السيدات إلى ستارتنج بلوك والانطلاقة لسباق 4 في 400 متر، تتابع. لحظات وينطلق السباق. استعداد وانطلاقة ناجحة لسباق 4 في 400 متر، تتابع. والتقدم حاليا للمنتخب البحريني ممثل في أديكوا أليكواني أمام المغربية. تتقدم المتنافسة البحرينية أمام نور النادي من المغرب. البحرين في المقدمة، الجزائر ما زالت بعيدة في المنافسة على مستوى 400 متر الأولى. المنتخب البحريني مستعد دائما على مستوى جميع السباقات، شأنه في ذلك شأن الرجال أيضا. السيدات يتألقن والمنتخب البحريني ما زال يتقدم على المنافسة المغربية والجزائرية. المغربية تحاول التجاوز في مستوى 400 متر الأولى. قربنا من خط الوصول وتسليم المشعل والانطلاقة السريعة أيضا للمنتخب البحريني كالعادة. المغربية ما زالت في السباق والجزائر تحاول الالتحاق أسرع بقليل. المتنافسة الجزائرية الثانية في الانتظار، ما زالت المقدمة بحرينية على غرار جميع السباقات. أمينات جمال تقود هذا السباق البحريني بامتياز أمام المتنافسة المغربية ونظيرتها الجزائرية. إذن إلا إذا حدثت مفاجأة على مستوى التسليم والاستلام. أعتقد المغربية الآن على مستوى المنعرج تحاول التجاوز. ممتاز الأداء من المغربية. نور نادي عفوا تحاول الاقتراب من أمينات جمال. ما زالت البحرينية في المقدمة والجزائرية والمغربية الآن تتجاوز. ممتازة جدا الانطلاقة المغربية ومحاولة تجاوز المتنافسة البحرينية. إذن المغرب تقود هذا السباق وتفاجئ البحرين. المغرب تقود السباق وتفاجئ البحرين على مستوى 4 في 400 متر، تتابع. ممتاز هذا الانطلاق المغربي على مستوى التسليم الثاني والثالث. المغرب تفاجئ البحرين في سباق بحريني بامتياز منتظر، لكن المغرب الآن أمامها الفرصة لإنهاء هذا السباق والفوز بالذهبية. إذن انطلاقة سريعة جدا من رزقي المغربية. رزقي المغربية تتقدم بقوة وتمنح التفوق لزميلتها لحسم هذا الحوار. إذن تنطلق المشاركة المغربية قبل الوصول المشعل إلى المتسابقة البحرينية والانطلاقة السريعة في محاولة للالتحاق. البحرينية طبعا أديكوا أوليكواني، هل ستلتحق بالمنافسة المغربية؟ أعتقد المغرب لديها فرصة كبيرة للفوز بهذا السباق الذي كان منتظر أنه يكون بحريني. إذن لهالي سلمى تواصل التقدم بقوة. لهالي سلمى المغربية تتجاوز الجميع وتتوج معها المنتخب المغربي بذهبية 4 في 400 متر، تتابع أمام البحرين
ثم الجزائر. إذن ألف مبروك للمنتخب المغربي. فريق المغرب للتتابع سيدات